فيديو جديد من القناة عن مسلسل رياح الحب الموسمية. هتعرفوا في الفيديو ده ملخص حلقة غدا من مسلسل رياح الحب الموسمية. بتبدأ أحداث الحلقة بأن بريا بتحضر المكرونة بالجبنة، وهتفكر بأن رام وبيهو بيحبوا الأكلة دي كتير. وفي الوقت ده سارة بتتصل ببريا وهتسألها إذا كانت تعرف مقدم طعام بارع في ميريت، لأنها هتعمل حفلة بمنزل أهل فيكرانت. وهتخبرها بريا عن سيدة اسمها بلافي، وهتمسك مطعم اسمه أماز. عندما ذهبت هي وبيهو لميريت وقتها، كانت بيهو جائعة للغاية، ولكنها لم يكونوا يملكوا وقتها ماء لشراء الطعام. ولكن بيهو ركضت لبلافي وأمسكت بشال الساري تبعها، وبلافي نظرت ليها وفهمت كل شيء وأعطتها الطعام مجاني، وكمان هي سيدة جيدة للغاية. طبعا سارة هتقول ان الامر ده رائع جدا، وهيطلبوا منها انها تكون مسؤولة عن طعام الحفلة. بنيدا تسأل بريا اين رام. هتخبرها بريا بان رام بيتمرجح مع ليهو، وهتنصدم بريندا وهتخبرها بان رام يشعر بالدوار عندما يتمرجح. لتسمع بريا هذا وتنصدم في هذا الوقت. رام هيشعر بالفعل بالدوار، وهيخبر بيهو بانه يريد ان ينزل، ولكن بيهو هتخبره بانهم لم يتحدثوا مع بعض، ويجب أن يخبرها من أكتر شخص بيحبه في الحياة. ورام هيفكر في بريا وهيقول لا أحد، لأن من أحببتها علمتني أنه لا يوجد شيء يسمى حب. وأنتي بيهو تقول أنا أحب أمي كثيرا. رام بيقول إذا دعيني أنزل من هنا، وبيهو هتقول ولكننا لم ننتهي بعد. رام ينادي لبريا لتأتي وتأخذ بريا. هتأخذ بيهو وهتوقف الأرجوحة، وهينزل رام وهو مريض. هتخبره بيهو بأنها بيقوم بدراما وبتضحك، وهتوبخ بريا بيهو وهتخبرها بأنه لا يحب أن تسخر من شخص، بأنه لا يجب أن تسخر من شخص مريض، ويجب أن تذهب وتساعده. وهو جلس معاها من أجلها، والآن يجب أن تساعده. هتسأله به كيف، لتخبره بريا بأنها ستعطيه بعض الثلج لتعطيه لرام. في وقت لاحق سارة هتتصل ببلافي وهتذكرها بريا وبيهو بأنهم بيحتاجوها من أجل الحفل، وطبعا هتخبرهم بأنها تتشوق أن ترى بريا وبيهو مرة أخرى. بيهو هتعطي لرام الثلج ليخبرها رام بأن تجلب له أدويته من الدرج. وبيهو هتفتح الدرج لتجد أصداف لتجبيل اليد، وهتجد سكين مثل اللعبة. لتفكر بيهو بأن رام أكيد شخص خطير ويريد أن يؤذيها هي ووالدتها، ولكن رام هيسأل بيهو لماذا تأخرت، وأن رام من المفترض أنه يأخذ الدواء ويذهب. في وقت لاحق رام هيأخذ الدواء، وهيطلب من طارون أن يجلب الماء لتأتي بريا وتعطيه الدواء وتعتذر له عما فعلته به، وهتسأله لما فعل هذا بريا بكل الأحداث. وبكده هتنتهي الحلقة، وبكده أكون وصلت لنهاية الملخص. أتمنى الملخص يكون عجبكم، وأشكركم على المتابعة.